السلام عليكم. تعالوا كده إن شاء الله النهاردة نعرض لحضراتكم مجموعة من الحمام للبيع. المجموعة زي ما حضراتكم شايفين فيها أنواع مختلفة من الحمام كله ما شاء الله تبارك الرحمن. في حمام شغال وفي حمام تقريبا على وش الشغل، بس اللي أنا شايفاه إن الحمام كله صحته كويسة، وده أحسن حاجة بصراحة. بتعجبني في أي نوع حمام أنا بعرضه. الحمام كله زي ما حضراتكم شايفين، يعني في حمام مولف وفي حمام شغال، في حمام على وش شغل. صاحب الحمام بيبيعه لأن مفيش حد يهتم بالحمام بتاعه وهو مش موجود في المكان، فرجاء الناس تتفرج على الفيديو براحتها، واللي يعجبه الحمام بإذن الرحمن يتفضل يتواصل على الرقم اللي هتسيبه في أول تعليق مثبت. التواصل هيكون مع صاحب الحمام مباشر، لأن طبعا هو ممكن يكون بس مش قريب مني في المكان، فاللي مش قريب مني في المكان بيبقى التواصل مع صاحب الحمام أفضل حاجة. الحمام اهوت الناس تتفرج عليه وتشوف الحمام براحتها، وبعدين اللي يعجبه الحمام يتفضل يتواصل على الرقم اللي احنا عرضناه. بس رجاء من الناس ما حدش يدخل ويحجز ويدينا ميعاد او يقول ان هو هيجي او عاوز الحمام او كذا، ويلغي الاوردر او يلغي الميعاد مع نفسه ويسيبنا احنا معتقدين ان هو حاجز. حجزت الحمام وغيرت رأيك بمنتهى الشفافية، رد علينا وقول والله انا غيرت رأيي لسبب ما، مفيش فيها اي حاجة. لو نزلنا اي عروض تانية وحضرتك اتصلت علينا 1000 مرة وغيرت رأيك، ده حقك، انت بتدفع فلوس، مفيش فيها اي نوع من انواع الاحراج ده. اللي يزعل ان حضرتك ممكن تحجز وتلغي مع نفسك وما تتصلش بينا، واحنا الناس تتصل عشان تشتري الحمام واحنا راكنين الحمام او سايبين الحمام عشان حضرتك ادت لنا كلمة. فرجاء الناس تعمل حساب للموضوع ده، ويبقى في التماس للاعذار عشان ان شاء الله الامور تبقى كويسة. الحمام اهوت انا طبعا بحاول ان انا يعني ادي للمشاهد او ادي للناس اللي حابة تشتري الحمام وقت للمشاهدة كويس، عشان طبعا ده معظم الحمام بيبقى الناس بتبقى ساعات من بعيد، وبقى حمام بصراحة يروح شحن وحاجات زي كده، فتكون الناس اتفرجت على الحمام، شافت فرد الحمام وقفته كويس، شافت الحمام عجبها، بعد كده بتبدأ ان انت تتواصل معانا وبنشحن لك الحمام. بالنسبة للشحن ان شاء الله الشحن بيكون متاح. يعني بتتم عملية الشحن ازاي بالمناسبة؟ حضرتك لو بتتفرج على الحمام بتبعت على الواتس الحمام اللي عاجبك، اي بقى حمام عاجبك ايا كان، والله بتقول انا عاوز اللوز الحمام كذا، طب تمنهم مثلا كذا، بتبعت الفلوس الاول. وبناشد اي حد بيبيع حمام كده، انا يعني بتبعت الفلوس الاول لصاحب الحمام، بياخد فلوسه، بعد كده بيبدأ ان هو يبعت لك الحمام. والامانة هنا طبعا مطلوبة بين البايع والمشتري، والحلال مفيش احسن منه، اما الحرام صدقني بياخد الحلال، وكل حاجتك بتبقى حرام وملوش لازمة اصلا. يعني الناس اللي بتعملها زي شغل يعني بيسموه كده مش عارف ايه وياخدوا ده حرام شرعا، فخد الحاجة اللي تناسبك. ربنا ان شاء الله يكرمنا جميعا ويبارك ان شاء الله للبايع، وان شاء الله يبارك للمشتري.